وعلى فكره بنهايه رمضان اخر 3 ايام ما راح اكل اي شيء، صيام الوصال اذا سامعين بي. راح اصوم 3 ايام بس مي، اشرب بالليل، افطر على المي 3 ايام كامله ان شاء الله. يعني اعيد بالاكل. الرجيم المائي مفيد طبعا، مفيد للصحه بشكل عام، مش لتنزيل الوزن. لهذا السبب انا راح اسويه باخر رمضان. منو الكفو يسوي وياي؟ ستيفن. شنو فوائده؟ سمعانين بالملتهمات اللي حكينا بيها؟ الواحد لما يصوم تطلع شغلات ملتهمه وتاكل كل المشاكل اللي موجوده بجسمه، الامراض، الخلايا التعبانه، سرطانيه وهالشغلات. الصيام هذا مال ابو 3 ايام مالت المي هذا يضاعف عندك الالتهام، ينظف جسمك، يعني يغسله. شايف لما تجيب واحد تغسله هيجي هو هذا. لما تجيب واحد تغسله، واحد مزنجر وتغسله بمي خفيف، واحد مزنجر وحط له كلور، هذا الكلور. الصيام هذا يغسل لك جسمك غسل، بعيد الشر عنكم، يشافيكم من هواي امراض ومصائب. وعلى فكره كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصومه، يسموه صيام متواصل، صيام الوصال. يصوم 3 ايام ما ياكل. تمام. هذا لكن هو ما وصى به الصحابه، رادهم يسوون مثله، فقال لهم انه ما نريد اصير سنه. بس مي 3 ايام. هو رمضان يعني ايش خسران؟ اخر 3 ايام راح نقضيها تعب. انا اعرف نفسي اخر 10 ايام رمضان اصير ما اقدر امشي. انا اعرف نفسي لان انا اوريدي برمضان اقسى على نفسي هوايه، وانتم شايفين كل ما افتح لايف تلاقوني العب كارديو ابو ساعه.